ده تالت فيديو في Q&A. في سؤالين انا اتسألتهم: ايه اكتر الابليكيشنز اللي انت تقدر ترشحها عشان نقدر ان احنا نشتغل منها؟ اول ابليكيشن طبعا وده لا غنى عنه هو زي امريكان انجلش. لو انت متعرفش حاجه في الانجليزي فانا بنصحك بزي امريكان انجلش. ابراهيم عادل بسم الله ما شاء الله عليه، يعني خلص انت بس المستوى الاول والمستوى الثاني وبعد كده ظبط النطق، وانت كده عندك استعداد ان انت تدخل انترفيو، لان انت معاك اساس كويس جدا. طب انا هظبط النطق ازاي؟ في تو ابلكيشنز. اول واحد كيك، وده بيجيب لك مقاطع من افلام او فيديوهات او برامج كرتون، وبيخليك تعمل ريبيتيشن ويشوف تقييمك في النطق كان عامل ازاي والغلطه بتاعتك فين، وده مهم جدا. الابلكيشن التاني هو إلسا. إلسا برضو بيبقى مثلا في فقرات محادثة، في مثلا نطق الكلمات معينة. فدول اكتر 3 ابلكيشن انا بنصحك بيهم. اول حاجه زي امريكان، كيك، وإلسا. في ابلكيشنز تانية اكيد طبعا في، بس احنا محتاجين نركز على دول في البدايه. في سؤال تاني: انا اتعلمت انجليزي في قد ايه؟ بكل بساطه ده بيختلف من شخص لاخر، وبيختلف على المجهود اللي انت بتبذله وانت بتتدرب ازاي. يعني انا هقول لك مره انا قعدت كل يوم بتدرب على التي اتش ساوند والبي والبي ساوند كل يوم، لدرجة ان انا بدأت اتعب من كتر ما انا بتدرب عليهم. بسمع وبتدرب، بسمع وبتدرب، وبسمع وبتدرب. تمام. هل هم اتحسنوا؟ ما انكرش ان هم اتحسنوا، بس برضو محتاج ان هم يكونوا في تحسن اكتر. فده بيعتمد على قد ايه؟ ده بيعتمد ان انت دايما بتسمع بودكاست، بتسمع راديو مثلا، بتسمع تيد، تسمع فيديوهات معينة لنيتيف سبيكرز. ده كل ده هيفرق معاك. انت بقى بتتعلم في قد ايه؟ انا هقول لك انا اتعلمت في قد ايه. انا اتعلمت في 40 ساعه ولمده شهرين. مستواي اتحسن، بس ده قام على اساس ايه بقى؟ ان انا مريت بتجارب كتير قوي لفتره طويله. كنت دايما كل تجربه ادخلها اللي هو الانترفيو طبعا كنت باخد فيدباك، كنت بكتب الفيدباك دوت واخد ملاحظات وابقى عارف فين النقط الضعف اللي عندي بالظبط، وابتدي اشتغل عليها بشكل كويس. هل نقط الضعف ما زالت موجوده؟ بالفعل ما زالت موجوده، ما انكرش دوت، بس بنسبه قليله جدا مقارنه بالاول. يعني بالفعل في تحسن كبير. دايما خد الفيدباك، ولازم تتقيم كل فتره. انا من ضمن الناس اللي كنت بحب اتدرب مع نفسي كتير قوي. في فتره رحت اتدربت مع مدرس كان اجنبي، كان واحد امريكان والتاني كان كنديان. بصراحه انا كنت بستفاد من الامريكان، ما كنتش بستفاد من الكنديان. طب هل بعديها انا اتقبلت؟ لا. طب ما اتقبلتش ليه؟ عشان للاسف المدرس اللي كان معايا ما كانش بيدربني بشكل صحيح، كان بيقعد يتكلم هو، ما كان يدينيش فرصه ان انا اتكلم. لدرجه ان انا قبل كده مره وقفته قلت له لو سمحت انا جاي هنا سيشن محادثه، مش محتاج ان انا اتكلم مع حضرتك، مش محتاج ان انا اسمعك بس. تمام. وبعديها انا سبت الكورس دوت وبدات ان انا اتدرب مع نفسي. إيه اللي فادني؟ ان انا بدات ان انا ادخل انترفيوز كتير جدا كل فتره، يعني مثلا كل اسبوع وكل اسبوعين ادخل انترفيو، هتاخد فيدباك. بس انت مش هتاخد الفيدباك وتنام، خد الفيدباك وافضل اشتغل على نفسك. نصيحه مني: اسمع ريتشل، اسمع انجفيد، اسمع اي جي هوج. اي جي هوج مستواه عالي شويه، او محتاج انك تركز في الانتونيشن بتاعه شويه. محتاج ان انت تبقى يعني مستواك يعني جيد عشان تقدر انت تتعامل مع اي جي هوج. اي جي هوج ده من الناس الممتازه جدا. انت لو مسكت بس الموضوعات بتاعته، ال10 موضوعات بتوعه، كل مثلا اسبوع بتاخد موضوع واحد وتتدرب عليهم بشكل كويس قوي من ساعه لساعه ونص او ساعتين في اليوم، ده هيفرق معاك كتير قوي. بس لو انت مستواك كويس، فنصيحه مني: ابتدي الموضوع سلمه سلمه او خطوه خطوه. ابتدي بابراهيم عادل في البدايه، وكل فتره ادخل قيم نفسك. وكمان في فيديو انا عملته في الشورتس، نصيحه ادخلوا عليه، ادخلوا على الابلكيشن بتاع بريتش كونسل، اعرف مستواك الحقيقي هو ايه. تمام. ممكن يكون مستواك اعلى من كده، ممكن تمتحن تلاقي مستواك اقل من كده. ده مش شرط ان هو يكون المقياس بتاعك، بس انت اوفر اول انت بتعمل تقييم لنفسك. دايما لو انت شاطر او مستواك جيد، ما تقولش لا انا جيد جدا، لا انا مستواي جيد. انا اكيد طبعا مهما وصلت لاي مستوى فانا محتاج ان انا برضو اتحسن عشان اوصل لمستوى اعلى. هي دي الفكره اللي كانت جوه دماغي. طول ما انا بتحسن، لا انا محتاج ان انا اتحسن اكتر، محتاج ان انا ابذل مجهود اكبر، محتاج ان انا اركز احسن، ومحتاج ان انا اروح لحد يقيمني. انا لحد وقتنا هذا انا بشتغل على نفسي في الانجليش. بسمع كتير، ما انكرش ان انا بتكلم، بس انا اغلب الكولز بتاعتي بتكلم مع مثلا اجانب. مش شرط ان هم يكونوا امريكان، لا جنسيات كتير وجنسيات مختلفه. هل ما زلت ان انا مش محتاج ان انا اتدرب؟ بالفعل ده انا محتاج كل يوم اتدرب، محتاج ان انا كل يوم اتحسن في النطق بتاعي، محتاج كل يوم ان انا اتحسن في طريقه كلامي،
فبرجع لحد اعلى مني ومستواه افضل مني في الانجليش وارجع له ان انا مثلا خليه يقيمني. لا انت على فكره انت التي اتش ساوند نطقها هنا مش حلو، مش احسن حاجه، محتاج انك تظبطها. على فكره انت كنت في بدايه الكلام ماشي كويس قوي، جيت في الاخر بوظت الجرامر. هل الفيدباك ده مش بيفيدني؟ بيفيدني. هل ده مش بيحسنني؟ بيحسنني. لو انا فضلت بقى ان انا ما بقيمش نفسي مستواك هينحدر حرفيا. وده اللي حصل معايا قبل كده. كل اللي انا بحكيه ده عن تجارب شخصيه. عود نفسك ان انت تحسن نفسك باستمرار وتاخد فيدباك. طب انا عايز اشتغل كول سنتر كويس، في ناس اشتغلت بعد 3 شهور تمام، في ناس تانية اشتغلت بعد شهرين، في ناس بقى اشتغلت بعد سنه، في ناس اشتغلت بعد 6 شهور، على حسب مستواك، على حسب المجهود اللي انت بتبذله. اوفر اول اللغه انت بتتعلمها في سنه، ده عشان تبقى عارف. بس المهم انك تتعلم اللغه صح، ده الاهم. انا بتعلم اللغه ازاي؟ انا محتاج ان انا افهم ايه، محتاج انك تسمع الكلمه النطق الصحيح بتاعها، ولما تيجي تقولها في جمله تقولها بشكل صحيح. لما تقول الجرامر تقول الجرامر بشكل صحيح. مش هقول لك تبقى معقد وتدخل بقى في قاعده اف والماضي التام المستمر، لا، استخدم الماضي البسيط والمضارع البسيط والمضارع المستمر، استخدم الازمنه البسيطه بس اكتبها بشكل صحيح واستخدمها بشكل صحيح. لو انت مثلا عايز تخلي الانجليزي بتاعك احسن حاجه، يبقى تخلي الانجليزي في اللايف ستايل بتاعك. من ضمن عيوبي وما انكرش دوت وما زال العيب ده موجود، ان انا بتعامل مع الانجليزي كانه ماده دراسيه. ده عيب كبير قوي. هل انا ما بشتغلش عليه؟ بحاول اشتغل عليه. خلي الانجليزي بتاعك في اللايف ستايل. ده فيدباك كنت واخده. يعني ايه؟ يعني انا النهارده صحيت الصبح، قمت فطرت اتوضيت ورحت صليت وجيت من الصلاه. النهارده الجمعه جمعه مباركه طبعا. وشربت فنجان القهوه. صح النهارده مش مركز قوي، هضطر ان انا اشرب يا اما شاي يا اما قهوه تاني، واروح الشغل بتاعي، ومحتاج ان انا اخلص بعض التاسكات، وبعد كده ان انا احضر الايفنت الجديد اللي انا هدخل فيه، وبعد كده المؤتمر، وبعد كده ضغط شغل، وبعد كده اجازه. في كعبله جامده قوي. طب اعمل ايه؟ لا، خد النهارده اجازه، ما تعملش اي حاجه خالص، اعمل الفيديو اللي انت بتعمله حاليا، ودي انت ديك هو عملت حاجه مفيده هتفيد بيها غيرك، والنهارده خده لنفسك. طب وبعدين هتسمع بودكاست وانت في الطريق، عن محادثه مثلا او عن حاجه بسيطه، او هتقرا موضوع بسيط لمده 5 دقايق. طب وبعدين بكره ابتدي حضر حاجه جديده وادخل في جروب ناس عندها نفس الهدف بتاعك. وده بالفعل اللي انا بدات فيه. نقطه كمان، انت عشان تتعلم اللغه تدخلها في اسلوب حياتك وتتعامل مع ناس عندها نفس الهدف بتاعك. تابعني في الفيديو الجديد باذن الله. هتلاقي في حاجات كتير هتفيدك. كل اللي انا بقوله ده عن تجربه شخصيه. بس اذنك، انا عارف الفيديو طول جدا وده يعتبر اطول فيديو انا عملته. لو انت شايف ان انا المحتوى اللي انا بقدمه دوت مفيد، فمن فضلك لايك شير سبسكرايب. لو انت شايف ان ممكن حد يكون يستفاد، يقدر ان هو يستفاد من الفيديوهات اللي انا بعملها، فشاركه بالفيديو، يمكن ده يكون خير ليك وليا. سلام.